صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده بدات يومي بالفطار. قلت اعمل فطار جديد، طاسه جديده كده معانا. تنفع برضو زي ما قلت لكم قبل كده. سحور لرمضان. ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع عشاء في الايام دي. اول حاجه حطيت شويه زيت، معلقه زيت يعني. معلقه ثوم مفروم. وبعد كده حطيت شرايح طماطم. طماطم بكون مقطعاها رفيع كده، وبعد كده بحط عليها فلفل اسود وملح. لما بحس ان هي اتحمرت معايا من تحت بقلبها كده، يعني بشوح الطماطم في الثوم والزيت عشان تاخد نفس الطعم. ممكن نكتفي بالطاسه دي في الفطار. يعني مش لازم ان احنا نعمل اصناف كتير، ممكن حاجه واحده بس تغني عن كل ده. بتكون فيها حاجات كتير، يعني دي مثلا هيبقى فيها بيض وهيبقى فيها جبنه وهيبقى فيها طماطم. فممكن تعملي كل حاجه في حاجه واحده بس، ومعاها كوبايه الشاي. وعلى كده غطيتها شويه علشان حتى طماطم تتسبك، ولو عندك روزماري ممكن تضيفي لها، بحب طعمها جدا في الاكل يعني. بعد كده جبت 3 بيض. وعملتهم بالطريقه دي. حطيتها على الطماطم يعني. وبرضو بحط ملح وفلفل اسود علشان ريحه البيض يعني او الزفاره. برضو لازم احط ملح غير اللي انا حطيته في الطماطم، عشان يحصل توازن يعني في الطعم، ما يبقاش البيض مفهوش ملح والطماطم فيها ملح. بعد كده بجيب جبنه. عندي جبنه موتزاريلا. حطيت كده على الوش. ممكن لو عندك زيتون برضو حطي زيتون، ممكن تضيفي اي اضافات من عندك. ممكن تحطي قطع فلفل، بس انا اكتفيت بكده. وبعد كده حطيت الغطا عليها علشان تستوي والجبنه تسيح. وبعد كده عملت الشاي وفطرنا والحمد لله. النهارده بقى كان عندي طماطم كتير. قلت بدل ما اسيبها في التلاجة كده، يعني اعمل منها حاجة لرمضان. تفضل معايا في رمضان يومين 3 كده. ان انا اخزنها يعني. غسلت الطماطم كلها، حطيتها في الحلة وحطيت عليها كوباية مية. ولعت عليها النار كده تستوي نص ساعة. بعد كده بقيت اشيل. بعد ما حسيت ان الطماطم خلاص استوت عندي، بدأت اشيل القشرة كده. لو عايزة تسيبي القشرة ممكن تسيبيها عادي، طالما هنضربها في الخلاط. بس انا فضلت ان انا اشيلها كده بدل ما اصفيها بعد كده. وبعدين انا ما بضيفش لها زيت ولا اي حاجة، وسبتها تتسبك على النار شوية. وبعد كده حطيتها في الاكياس علشان اخزنها او اعينها. بتحطي في الكيس على قد ما هتستخدميها في الطبخه. يعني مثلا انت عارفه انت بتطبخي بايه او المعيار اللي انت بتطبخي بيه. فعيني في الكيس ده ما انت عايزه، ممكن تعملي واحد كبير شويه، ممكن تعملي واحد صغير، زي ما انت عايزه. ومش بضيف اي اضافات ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجه، بضيفها ساعه ما باجي اطبخ بس. بعد كده كان عندي شويه سبانخ. برضو قلت اخزنهم لرمضان. يعني احنا عارفين ان الحاجات دي بتكون مش موجودة قوي في رمضان، او بتكسلي تنزلي او اي حاجة. فممكن يعني تستخدمي الحاجات دي تعينيها لرمضان. قطعتها، انا غسلت السبانخ طبعا كويس جدا، وبعد كده قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده جبت برضو الحاجات اللي احنا بنضيفها عليها، اللي هي زي الشبت والبقدونس والكزبره، وقطعتها وحطيتها في الطبق كله على بعضه، قلبته كله على بعضه. وبرضو حطيتهم في اكياس وعينتهم في الفريزر. برضو كان عندي شويه كوسه، قشرتهم. غسلت الكوسه الاول، بعد كده قشرتها وقطعتها برضو زي ما انت حابه تقطعيها. طبعا الطريقه دي بتوفر عليكي جدا. انا هعمل بعد كده فيديو مفصل عن تخزينات او تفريزات رمضان، بس ده انا قلت اعمل كده، يعني استغل شويه شويه الحاجات اللي عندي دول اعينهم لرمضان واتسلى بيهم معاكم يعني.
بعد كده قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وحطيتها برضو في اكياس، بس غسلتها الاول طبعا، وبعد كده حطيتها في الاكياس على قد برضو الطبخه اللي انت هتطبخيها. يعني بتبقي عارفه مثلا انت هتطبخي معاها حاجه تانية او نوع تاني، بتعملي كيس صغير، عارفه ان انت هتطبخيها لوحدها بتعملي كيس كبير، وهكذا. بعد كده بقى قلت اعمل الغدا. جبت فرخه كده بغسلها. طبعا لما باجي اغسل الفراخ انا ما بحطش خل، لان الخل بيبين ريحه الزفاره في الفراخ، فاحسن حاجه الدقيق. وممكن لو عندك طحينه ممكن تحطي معلقه طحينه، وبعصر كده ليمونه، وبحط معلقتين سكر، وبحط معلقتين ملح. الطريقه دي بتخلي الفرخه ريحتها جميله جدا، ما بتخليش فيها زفاره، وبتخلي اللحم بتاع الفرخه اصلا يعني الانسجه بتاعته كده حلوه، لما بتيجي تطبخ تحس ان هي دايبه كده، بتبقى حلوه جدا. بعد كده حطيتها في المحلول اللي انا عملته اللي انا قلت لكم عليه ده، وسبتها حوالي نص ساعه عقبال ما اخلص الحاجات اللي ورايا. بعد ما الفرخه بقى غسلتها كويس جدا، جبت الحله، حطيت فيها معلقه زيت او سمنه، وبعد كده طماطمايه وبصلايه وفلفل اسود وحبهان ورق لوري، وبعد كده بشوح الفرخه فيها بالطريقه دي. دي طريقتي في سلق الفراخ. وبعد كده بضيف ميه سخنه في الحله على الفراخ، وبغطي عليها وبسيبها تستوي. بحط ملح الاول، وبعد كده بغطي عليها واسيبها تستوي بالطريقه دي، والشوربه بتكون حلوه جدا. عملت لسان عصفور في اليوم ده، شوحته في معلقه زبده، وبعد كده بسيبه على جنب. بسيب لسان العصفور على جنب، ما بحطش له اي اضافات غير كوبايه ميه، علشان انا لو حطيت شوربه دلوقتي فهو هيشرب الشوربه كلها. في ناس بتشتكي ان هي لما بتيجي على الغدا او على الاكل تجهز الاكل بتلاقي ان لسان العصفور شرب الشوربه كلها، فانا بسويه بميه، وبعد كده بحطه ساعه الغرف بس. بحط الشوربه على لسان العصفور ساعه ما هتيجي تجهزي الاكل او تقدمي الاكل. برضو جبت شويه كوسه وعملتهم. انا عينتي اللي انا عملته ده عينته في التلاجة، وانا عملت جديد يعني قطعت كوسه جديده، وعملت طماطم برضو اللي هي الصلصه جديده. طبعا حطيت بصله وتومه في الحله، وبعد كده نزلت بعصير الطماطم وعليها الكوسه، وبسيبها تستوي او تتسبك مع بعضها. بحط بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ولو بتحبي شطه حطي شطه، انا حطيت شطه، وسبتها تستوي. الاكل ده طبعا انا عملته لهم يعني في البيت، لكن انا كان عندي هنا بقى فسيخ. قلت انا بقى يعني اتغدى بالفسيخ ده، وهم هياكلوا الاكل التاني. طبعا انا من عشاق حاجه اسمها الفسيخ. جبتهم كده وفتحتهم. انا ما بحبش ان انا انضف الفسيخ، طالما ان انا كده كده هاكلها، فليه ازفر الدنيا او ابوظ الدنيا وبهدل الدنيا. فانا بفتحها بس يا دوب كده وباخدها بالمعلقه. وجبت كده شيبسي، وجبت بصل وبيبسي، واكلت. وبعد كده عملت كوبايه شاي، طبعا بعد الفسيخ لازم الشاي، واخدته وطلعت بره. قعدت شويه في الجنينه مع نفسي كده. بوريلكوا هنا الشاي شكله حلو. كان الجو حلو يعني الى حد ما. النهارده كان في شمس يعني. النهارده طبعا قلت انا ما عملتش لهم الحلو، فقلت ايه، هنعمل حلو، هنعمل مهلبيه. الحلو بتاع النهارده يعني هنعمله مهلبيه، لان هو انا عملته امبارح في الكنافه فكانت عاجباهم جدا، فانا قلت بقى اعمل النهارده مهلبيه نفس الطريقه اللي انا عملتها امبارح عملتها النهارده. حطيت مج طبعا، جبت مج، جبت اللبن الاول حليب يعني، حطيته على النار، حطيت فيه 3 معالق سكر، سبته يغلي. وبعد كده جبت مج فيه شويه ميه، حطيت نشا، وحطيت كريمه. امبارح انا ما حطيتش كريمه، لكن طالما ان انا هاكل يعني هناكل المهلبيه كده لوحدها من غير كنافه او اي حاجه، فلازم احط بضيف يعني ايه الكريمه، بتخلي اللون حلو وبتخلي طعمها احلى. حطيت كيس كريمه كده، وحطيت شويه نشا حلوين،
يعني مش هسيبها سايبه زي امبارح كده، لا هتبقى جامده شويه، او سمكها هيبقى جامد شويه عن امبارح. المهلبيه لما بحط الكريمه بيبقى لونها اصفر كده. ودي النشا بحطها اهو. امبارح كنت حاطه 3 معالق بس، النهارده انا حطيت اكتر من 3 معالق عشان انا عايزه سمكها يكون تقيل عن امبارح. طبعا انا كان ممكن ان انا يعني ما اجيبش الحته دي، لان انا عملتها طبعا امبارح وهتزهقوا كده، بس انا قلت ان انا عايزه اشارك كل يوم كله يعني. فقلت طالما ان انا فاضيه فانا اصور كله بقى. طبعا بقلبها كويس علشان النشا والكريمه تدوب في الميه. وبعد كده نزلت بيها في اللبن، وبفضل اقلب علشان تربط مع بعضها بالسمك اللي انت عايزاه. ممكن تحط فانيليا، بس الفانيليا انا حطيتها امبارح. الفانيليا بتخلي طعمها حلو جدا. لغايه ما وصلت بالسمك اللي انا عايزاه. حطيتها بقى في الكاسات كده. لو عندك بقى اي اضافات تانية زي زبيب او مبشور او جوز هند يعني، آه، او اي حاجه تانية او اي مكسرات ممكن تضيفيها على وش الكاس. طبعا انا بدخلهاش التلاجة وهي سخنه كده، انا بحطها في الكاسات وبعد كده بسيبها على الرخامه بره لغايه ما احس ان هي بردت خالص، وبعد كده ادخلها التلاجة. ممكن لو انت عندك جيلي ممكن تعملي جيلي لوحده وتسيبيه يبرد، وبعد ما يبرد تحط على الوش جيلي، يبقى نص الكاس مهلبيه والنص التاني ممكن جيلي. ممكن لو عندك شربات احمر وما عندكيش اي مكسرات، بتجيبي معلقه شربات وتحطيها فوق كل كاس، يعني بيدي طعم جميل جميل جدا. بعد كده بقى كنا خلاص بقينا بالليل. فانا متعوده الحمد لله كل يوم ان انا بعد ما بخلص كل حاجه بدخل اوضتي، بفتح القرآن الكريم بعد ما بصلي قيام الليل، وبعد ما اصلي كل فروضي طبعا بصلي قيام الليل. بصلي ركعتين بس وركعة وتر، لازم كل يوم. الحمد لله ماشي على كده بقالي اكتر من سنة. الحمد لله ان انا عندي ورد كده في حياتي ان انا لازم اقرأ سورة البقرة. سورة البقرة لها فضل كبير جدا عليا، فالحمد لله ربنا ما يقطعهاش عادة يعني. يوميا بقرأها حوالي الساعة 2 بالليل او 3 بالليل. جربوها، لها فضل كبير قوي عليا. بحس ان هي دايما معايا. بحس ان انا لما اكون متضايقه وافتح المصحف كده على سوره البقره، ان انا والله العظيم بحس ان انا مرتاحه جدا جدا جدا. يعني حتى لو هي مش هتحقق لك اللي انت عايزاه، فانتي بفضلها او ببركتها بتحسي ان انتي مبسوطه ومرتاحه ومفيش عندك اي مشاكل خالص. رغم ان الواحد يعني دايما بيبقى عنده مشاكل وكل حاجه، مفيش انسان ما عندوش مشاكل، لكن مع القرآن يعني هتحسي ان هو منور لك حياتك ومنور لك طريقك. ودايما معايا السبحة بسبح بيها الحمد لله. يا رب الفيديو يكون